انا فقدت الامل صراحه. انا قلت صافي هذه الاخرى ما بقاش نعيش. دابا راب ليا في القلعه باتوا منهم جوج دراري مساكن الله يرحمهم، واحد لقاو الجثه ديالو وواحد ما لقاوش الجثه ديالو، اللي انقز غادي انا والدري ود عمتي. الدري ود عمتي ردوهم من تونس ديك الساعه كانوا الحريق يعني كيردوا بنادم من تونس ملي كيشوفوا الواحد جاي باغي يحرق وهذا كيردوه من تونس. هو ردوه انا دزت خلصت عطيت واحد 50 يورو سميتو دزت. المهم جيت تلاقيت مع واحد دري ودني بلال ونكمل انا وياه الطريق رشوه في المطار ديال تونس. وصلت تلاقيت مع واحد دري ودني بلال في المطار برا، قلت كملت الطريق وصلنا لليبيا. جيت عند واحد الدري ود البلاد ود القلعه حتى هوايا، كنت غادي معايا بفلوس ديال الاورو من هنا من المغرب، عطيتو 600 اورو عطاني شي 1500 جنيه تمايا. وانا مشي عندك الحراك جلست يومين. مشيت عندك الحراك كان خرج واحد الفياج قبل فيه الدراري ولاد البلاد، خرج فياج قبل بشي 3 ايام. انا وصلت معطل شويه على الدراري. الفياج الثاني هو يصيفطني مع صحابه يعني متفقين هما شارين باطو هما يعمرونا فيه 480 واحد. 2015 شهر 8 اللي ماتوا معايا الدراري بزاف، ماتوا شله دراري وكانوا ولاد القلعه ولاد العطاويه ولاد فقيه بن صالح ولاد بني ملال بزاف اللي مدوز ديك الرحله راه ماتوا فيها شله دراري ذاك الوقت. منهم كنت معاهم انا وربي يحفظني انا. ما المهم طول العمر الله يطول لك العمر. دخلونا 480 واحد كيديرونا في الزودياك 50 بال50 وكيدخلونا لعند الباطو. كيدخلونا عند الباطو كيشارجونا في هذاك الباطو فيه 480 واحد. كانوا معنا السوريين وبنغلاديش باكستان مخلطه جميع الاجناس. دخلنا مع العشرة وتولوت درنا الديبار. دار الديبار داك الشيخ تونسي اللي كان غادي بينا في هذوك الكحلين كيشدوهم كيديروهم تحت، كيديروهم في هذيك بلاصه الحوت كيديروهم تعمروا البروال تحت، عمروها مزيان بنادم بالكحلين وكيديروا لهم الوانش والمسمار في الحوت. افارقه ضربنا. المهم قلت لك مع 10 وثلث قلبت انا التليفون لقيت 10 وثلث درنا الديبا. ضربنا شي ساعه ونص ولا ساعتين، يلا شي 12 كيلومتر هكاك. وهذوك الكحلين بكثرة داك النفس ما بقاوش كيتنفسوا، ما بقاوش كيريسبيريو، وبداو كيضربوا الفوق. هو يتفرقع هذاك الباطو تفرقع من التحت، هو يطلع عليهم الماء. بقاو كيخبطوا بغاو يطلعوا صحه. من يتفرقع هذاك الباطو هو يطلع الماء الباطو عمار الباطو فهمتي عبار من التحت. هو يبدا كيقرب للماء. كنا بعاد من الماء بشي متر ونص شحال بعد على الماء شويه. بقى واحد 30 سنتيم ولا 40 سنتيم شحال بقينا بعاد على الماء. هو يبدا يقول لنا هذاك الشيفور بدا يقول لنا شكون اللي كيعرف يعوم. اللي كيعرف يعوم ينقز في الماء باش هذوك الناس معنا الدراري الصغار وعيالات حاملات وناس كبار في العمر. دوك السوريين كانوا بزاف. قال لي اللي كيعرف يعوم ينقز. حنا مني بدا تيقول لنا فاك انا صافي انا كنعرف نعوم وكنت لابس داك الجيلي. وكانوا معايا 3 دراري ولاد قراب ليا يعني كيسكنوا قراب ليا في القلعه. باتوا منهم جوج دراري مساكن الله يرحمهم، واحد لقاو الجثه ديالو وواحد ما لقاوش الجثه ديالو. هادوك الدراري ما لابسين الجيليات، هما ولاد البلاد يعني كنعرفهم كيعرفوا عائلتي وهذاك الشيء، ولكن ما عرفتهم انا حتى الباطو اللي عرفت سمياتهم وعرفتهم. سولوني قال لي بغيت على البريكه باش الكارو. قال لي منين انت؟ قال لي راه كنعرفك هادي واش انت ولد فلان؟ قلت لي المهم عرفنا بعضياتنا. هما ما كانوش لابسين الجيليات، انا كنت لابس الجيلي. هو يقول لي تمينا غادي صافي ملي بدا يطلع الماء الباطو وهذاك الشيء بدينا كينقزوا. اللي كيعرف يعوم كينقز في الماء. هذاك اللي شايك بينا هو يبدا يهضر مع الليبيين اللي جايبين لنا باغيين فهمتي اللي عاطينهم حنا الفلوس. كيهضر معاهم كيقول لهم يا اجي الحقونا. كيقول لي المركب بيغرق. كيقول لهم زعما جيو راه الباطو راه كيغرق. هو يقول لي التونسي معنا راكب حدا التونسي. ويقول لي شوف قال لي كتعرف تعوم؟ قلت لي قال لي نقز. ومعايا واحد الراجل مسكين ولد القلعه السراغنه والله العظيم الا سولته راجل كبير تكون التقاعد ديالك كان ياخذ طريق واحد 40 عام متزوج وعنده بنيه.
شاد فيا مسكين وكيقول لي ما كنعرفش نعوم. كنقول ليه خويا شوف راه صافي دابا راه راسي هي راسي. نقز يا خويا، قلت لي راه صافي راه ما بقى دابا. كنقول ليه ما بقى نشد. كنقول ليه صافي راه ماي. كنقول ليه انقز. هذاك التونسي اللي غادي سايق لبس الجيلي ديالو، هو يقول لنا لا يلاه اللي كيعرف ينقز، اللي كيعرف يعوم ينقز، هو ينقز هوايا. مع شو نقز تبعتو انايا. دابا مع نقزنا دابا بحال ما دوا الباطو ياك. دابا بحال ما دوا الباطو ياك. بحال ما دوا الباطو مع نقزنا بحال ما نقز هو نقز في هاد الجهه لهاد الجهه. يعني ما نقزش من الباطو من تقلب شي فوق شي، ولكن انا وهذاك التونسي نقزنا في الجهه الاخرى، في العكس ديال البلاصه فين تقلب الباطو. الجن في الجهه الاخرى. يعني الباطو بحال ما كان غادي الجهه الاخرى صافي من عمار بالماء، هو يدور لهاد الجهه، هو بغى يدور لهاد الجهه، حنا نقزنا للجهه الاخرى. يعني ذاك بنادم شي طاح فوق شي. اقسم بالله العظيم يلاه كنعوم واحد. انا مع كنت خايف. انا ذاك الجيلي ما عمري جربته، ديال اللي كيهزك. يعني قلت انا صافي هذه الاخره ليا، صافي الموت هي هذه. تينفع داك الجيل مع نقص بعدا نقص بحال ما كان فوق الماء، وانا نبقى داير بحال هكا، هو بقى هازني داك الجيلي. كنقول الحمد لله، قلت الحمد لله بعدا مني الجيلي وهذه راه باقي. المهم كاين واحد 30% بنادم يعيش ولا. انا قص بحال ما كان هي صافي. داك التونسي نقص حدايا ما بقيتش شتوش، صافي طحنا في الماء ما بقيتش شتوش داك التونسي. درت واحد 10 متر ولا بحال ما كنتلفت كيبان لي داك الباطو ببنادم اللي فيه كسمع الغوت ديال الدراري الصغار والغوت، وبنادم كيشهد. وهذاك الباطو هود فوندا ما بقاش كيبان. مع تلفت كيبان لي افارقه قداميه. والافارقه فارقه هودو هما وهذوك افارقه ما طلعوش. افارقه مع كاينين لداخل وضاربين عليهم بالمسمار وبالبلانش، يعني ما يمكنش مساكن يطلعوا. ما يمكنش بنادم مساكن ما يقدروش يطلعوا، حيتاش ضاربين عليهم بالبلانش ما يقدروش يطلعوا، داقين لهم المسمار. حيت حنا ملي كانوا كيركبوا فينا، ركبوا الافارقه هما الاولين، هما جابوا المسمار وجابوا البلانش، وكيصمروا هذوك الحفرات اللي ندخلوهم، وكيقول ليه بقات واحد الحفره ديال الموتور الثالثه. هو يجي واحد الليبي كلاشينكو، راك عارف تما راه كاينش غير كلوشارات. جا قال لي اللي شكون هو اللي ذكر غادي يجي هنايا حتى هذه الحفره وغادي يعطيه موس، وغادي يقول لي افريقيا اللي طلع دقها لي فين ما جات، باش ما يطلعوش لينا ويلوحوا دوك البيضين. فهمتي ما كيديروهم هذاك الايامات كانوا كيديروها افارقه. يعني دوك الافارقه مساكن ما طلعوش كلهم، فونداو هما الباطو فونداو لتحت. كيفاش ما فهمتش بلاتي. هنايا باقي الا طلعوا الا بلاتي دقوا عليه المسمار وخلاو ديك الثقبه ديال الموتور، وعطى لواحد موس قال لي اللي بغى يطلع بقى تدق فيه بحال هكا باش ما يطلعوش، لحقاش لا طلعوا الافارقه تيلوحوا البيضين. اللي يلوحوا البيضين يلوحوهم ويجيو هما باش يتموا جايين هما مرتاحين. هادو كانوا كيديروها الافارقه في ذاك الوقت. افارقه خطا، دوك النيجيريين ودوك سميتو. المهم مني فوندا الباطو، يعني فوندا بهم ساكن. اللي كيعرف يعوم وكان لابس جيلي راه بقى عايش. اللي ما كيعرفش يعوم راه مسكين، كاين اللي مات بالجيلي ديالو، كان على الخلعه قتلاتو. المهم انا مني تلاحيت في الماء وبقيت كنعوم وبعثت من الباطو، بان لي الباطو فوندا. انا فقدت الامل صراحه. انا قلت صافي هذه الاخرى ما بقاش نعيش. دابا البحر خسر مع ديك شويه ديك 12 من وحده الليل. فاش كنتي في المولى بالجيلي اشنو جاك في دماغك؟ شكون اللي تفكرتي؟ اقسم بالله خويا طارق اشنو جاني في دماغي هي الوالده والوالد صراحه. انا هذيك الساعه ملي تبغي ندخل انا قلت صافي، يعني بنادم دخلتي راك معول على الموت ولا معول غتوصل. يعني 90% راك كتقول غتموت، يعني راه ماشي غتوصل. ولكن الوالدين اللي جاوني في هذيك اللحظه، حيت الوالدين كتخليهم ساكن. الوالدين كذبت عليهم قلت لهم انا ما بغيتش الوالدين قلت لهم انا باقي ما بغيتش نحرق، بغيت نخدم في ليبيا وبغيت نرجع وهذا باش نخليهم مرتاحين. فهمت ديك اخويا مني تقلبنا صافي مشيت. انا بقيت كنعوم فقدت الامال. انا قلت صافي هذه الاخره ليا. واحد اللحظه هذوك الليبيين مني كان تيهضر معهم داك التونسي قال لهم جيو عندنا راه الباطو كيغرق. اش داروا هما؟ جاو للمرسى للبلاصه ووقفوا الطوموبيل ديالهم
وهما يهزوا واحد اليخت غير ديال ماشي زعما سكوادرا ديال الانقاذ اللي دخلت تنقذ ولا ليبيين، عا هذوك المافيا اللي حرقونا حنايا هما اللي دخلوها بواحد اليخت ديال توريس، يلاه كيهز ديك 18 واحد ولا 16 واحد اللي يهز، فهمتي؟ يخت ديال توريس ماشي ديال الانقاذ. دخلوا عندنا دابا باقي كيبان لي البحر داك الضوء ديال ليبيا، فهمتي؟ الضوء ديال ليبيا باقي